تخيل معايا كده وسط قعدتك على التليفون ومبسوط بقى بالتيك توكات والفيديوهات وقعدتك على السوشيال، فجأة يجي لك أسوأ رسالة في العالم: تم استهلاك 100% من باقة النت. جيت تبص على التاريخ لقيت إن لسه فاضل 10 أيام على التجديد. خلاص كل الدنيا ظلمت في وشك. فجاي انا بقى النهارده اكلمك في الحوار ده. لو لسه ما عملتش لايك ابقى اعمل لايك واشترك في القناه عشان تشوف كل جديد، واستنى في الاخر عشان في سؤال مهم قوي عايزك تجاوب لي عليه في الكومنتات. وكمل الفيديو دلوقتي. ايوه بالظبط، هو ده اللي حصل معايا. يوم 20/7 النت قطع عليا، والنت ساعتها كان لسه هيتجدد يوم 30. المشكله ان قبلها كنت في كامل فضياني والدنيا اصلا خربانه خلقه. قلت خلاص بقى كام يوم دول الصراحه كنت هفرتك فيهم كورسات، ما كنتش هستهلك قوي. قامت جت وي قفلت على صباعي. فكان حاجه مش متخطط لها خالص بقى، ولا تحدي ولا انتاجيه ولا اي حاجه من الكلام ده. وكنت ساعتها في اكتر حاله ما ينفعش اقعد لافكاري ودماغي، وكنت في اكتر وقت محتاج فيه النت. الهي نفسي بقى في كورسات يوتيوب، اعمل فيديوهات لعب، المهم ما اقعدش مع نفسي. اصل اقول لك حاجه برضه بعيد عن الحاله اللي انا كنت فيها، لما يكون حد مستهلك وعاداته بايظه بمعنى اصح يعني هربان من الحياه بلعب بقى وفيديوهات ونزلات ملهاش لازمه وتضييع وقت وعادات سلبيه وبيقضي اليوم كده وخلاص، في الحاله ديت انت ممكن تقول له انه يفضى وانه يقعد مع عقله وافكاره شويه. لان ساعتها بقى هتواجهك الافكار السلبيه بتاعت انت فاشل وانت كذا وانت ما بتعملش حاجه وانت فساعتها ممكن يتضايق وممكن يفكر في التغيير وانه يتغير للاحسن. عكس ما يكون واحد بدأ سكة التظبيط وبدأ خلاص بيغير عاداته وبيمشي الصح بالعافية، يعني طبيعي بيجي عليه وقت بيزهق وما بيبقاش في نفس الحماس بتاع الأول. فدوت ما ينفعش يفضى ولازم يلهي نفسه في أي عادة كويسة، تطوير مهارات بقى، قراية، جيم، أي حاجة مفيدة، عشان لو اتسحل في دماغه وأفكاره ووقع ممكن ما يقومش تاني وهتبقى وقعة عافية ومقرفة. بالك بقى ده اللي حصل لي وكان إجباري ساعتها. خلاص بقى خلصت وانت مش هتعمل حاجة وانت وعقلك وأفكارك في أوضة لوحدكم. لا يا معلم، انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. وصراحة بقى وقت قطع النت دوت ما كانش سهل خالص. مش هقول لك بقى ان انا كنت جامد بقى وعايش عليك دور المثالية مثلا. قعدت اهرر ساعتها وقلبت زي المدمنين بجد، واقعد طول اليوم اقعد اتقلب على السرير زي الدودة، وكمية ملل وافكار سلبية ووساوس قد كده. المرعب في ادمان التليفون زيه زي ادمان اي مادة كيميائية. اعراض الادمان كلها واحدة مهما كان بتختلف، نفسي او جسدي. وتقعد تمسك التليفون كل شوية ومفيش اي حاجة شغالة ولا بتحمل، وانت عارف ان انت مش هتلاقي حاجة، بس تلقائيا بتلاقي ايدك جت على التليفون لوحدها. مفيش انستا، مفيش فيس، مفيش تيك توك، ولا تعرف بقى ده اتجوز ولا ده خلف ولا ده عمل ولا ده راح فين ولا ده جه منين. خلاص مفيش اي حاجه خالص، فشتك عن العالم اتفصلت. اول 3 ايام بتبقى عامل زي اكن النيكوتين بيتسحب من جسمك. افتح التليفون واقعد قلب بلا هدف والصفحات كلها بيضه. والنت بالظبط كان بيشغل شات واتس بالعافيه. الصراحه بقى اللي ساعدني ال3 ايام دول اني ما نطش من الشباك، ان كان معايا شريك في الرحله ديت وكان نته قاطع برضه. منور هديه. كان بيحاول ساعتها يلهي نفسه في الشغل، والصراحة برضه ما كانش بينساني، وكنا بنلهي بعض وكنا نحكي بقى كل الأفكار اللي زي الزفت اللي بتدور في دماغنا ساعتها، وكل واحد بيعمل اللي يقدر عليه عشان يهدي التاني. لحد ما وصلنا اليوم الرابع قلت خلاص بقى أنا لازم أفوق من القرف دوت. قمت نازل مكان فيه نت، أكيد مش عشان أسوشيال بقى وكل الهري ده، لأ نزلت جبت داتا عشان أمنتجها، عشان بحضر لحاجة كده هتعرفوها بعدين. وساعتها جبت داتا أكتب سكريبتات، وكانوا السكريبتين بتوع آخر فيديوهين نزلوا قبل الفيديو ده. كانوا اطول فيديوهين اعملهم، وكانوا بجد اكتر فيديوهين اتكلم فيهم من قلبي. الله اعلم بقى جابوا ارقام كويسه ولا لا، لاني بصور الفيديو دوت وهم لسه ما نزلوش. ممكن ابقى اكتب لكم في المونتاج عملوا ايه، او انت مثلا ترجع القناه تشوفهم. المهم بقى يا معلم، انا اليوم الخامس كنت مرتاح تقريبا بمقدار 200% اكتر من الاول. ومن اليوم دوت مليت وقتي كله مونتاج وكتابه وتصوير، والصراحة بقيت أحسن بكتير. وصحتك النفسية نفسها لما بتحس بالإنجاز وبتخلص حاجات كانت وراك بتحس براحة غير طبيعية. فبجد ما تحاولش تسحل نفسك مع أفكارك لو حياتك الإنتاجية كويسة، وإنك بتسعى ورا حاجة جديدة أو مهارة جديدة بتتعلمها ولسه ما شفتش نتائج أو نجحت قوي. طبيعي هيجي عليك فترات بقى زهق وملل، ويجي يقول لك يعني هو أنت فاكر اللي بتعمله ده هيوصلك لحاجة؟ يا عم خلينا نريح شوية، يا عم خلينا نسوف. واول ما ترجع لنقطة الصفر تاني برضه مش هيسيبك تنبسط، هيهزقك برضه. لو انت حياتك الانتاجية كويسة وكل يوم بتطور من نفسك في حاجة، ما تسمعلهوش خالص والهي نفسك في انتاج اكتر. وايه الفيديو كده خلص؟ يا جدع ما تستنى، يا جدع مستعجل على ايه؟
ايه الجديد بقى اللي انا عملته؟ يعني اكيد انا مثلا ما قضيتش الست ايام كلهم مونتاج وشغل وبس، وممكن كمان انت ما تكونش زيي اصلا ووراك مونتاج او فيديوهات تعملها او تصوير مثلا. اول حاجه طبعا اكتشفتها وان احنا دايما بننساها كتير، وزي ما قلت لك عليها الفيديو اللي قبل اللي فات، وهي الحياه الواقعيه. ومش شرط انك تكون بتنساها بادمان السوشيال ميديا او التليفون مثلا، ممكن تكون بتنساها بسبب الشغل مسحول قوي فيه. واول واقع هتكتشفه وهو اقرب حاجه ليك وهي عيلتك. هتقعد مع عيلتك اجباري بقى، برخامتهم بقى، بتهزئهم، بكل حاجه حلوه ووحشه في القعده. بالنسبه لي طبعا النت كان قطع في البيت كله، فاجباري كلنا وشنا في وش بعض. في منهم فتح باقه واشتغل وحاول يلهي نفسه شويه، بس برضه كده كده مش هتبقى زي استهلاك الواي فاي، فبرضه هتتجمعوا. واكتشفت اني بعرف اتكلم في حاجات كتير، وبتكلم زي الناس الكبار يعني عادي بقى، وعامل مثقف في نفسي، مش زي الصوره اللي بتبقى مرسومه لاغلبنا ان انت عيل صغير وما ينفعش تتكلم، فبتخاف تتكلم معاهم في اي حاجه وبيجي لك مشاكل اجتماعيه بعدين. فاقعد مع عيلتك عشان هتفرق معاك جدا بجد، بدل العالم اللي خلانا بقينا في اوضه واحده وبنتكلموا على الواتس. واجمد حاجه بنعملها بنبعت شويه ميمز لبعض، ومبقاش فيه تعاملات حقيقيه. لو راسم صوره عنهم مثلا هتتغير، لو هم راسمين عنك صوره تانية برضه هتتغير. لو في مشاكل ممكن تتحل، لو في حواجز بينكم وبين بعض برضه هتقل، لو افكار في دماغك مثلا ممكن تناقشوها وتطلعوا بافكار جديده. وكل ده هيفرق في صحتك النفسيه وفي انتاجيتك وفي سعيك للتغيير، وده اللي احنا محتاجينه في عالم فصلنا عن الواقع وعن الحياه، وكلنا بقينا في مربع افتراضي بنعيش ادوار على بعض. بعد قطعة النت ديت مثلا اكتشفت ان انا ما بحبش الدومينو والقعدات اللي ملهاش لازمه، الحوار بقى اللي بنشوفه كل يوم على القهاوي، والناس تروح تلعب دومينو لحد اخر الليل، ونروح ننام، نصحى الصبح الشغل، نيجي بالليل مثلا في السهره نرجع نلعب دومينو تاني لحد ما ننام ونعيد اليوم. لا الكلام ده، هنقعد في قهوة أو في حتة هنتجمعوا فيها لازم بنسبة 90% إحنا هنتكلم بس، عشان لازم نستفيد من القعدة. زي ما قلت لك اللي طلعت مثلا بحب الكلام، نعرض مشاكل، أفكار، حاجات جديدة نتكلم فيها، تطلع بأفكار جديدة من القعدة. تقوم من القعدة صحتك النفسية بقت أحسن من الأول، وكمان ممكن تكون حل المشكلة كانت عندك وأنت مش عارف لها حل، حاجة مفيدة وتطلع بيها بقيمة كويسة. ده أنت فكرة الفيديو دي نفسها جت من القعدة اللي أنا بقولك عليها، ومن أكتر القعدات اللي بحبها يعني هي اللي طلعت لي فكرة الفيديو ده بالذات. وطبعا إنك تعمل الكلام ده على الحقيقة أحسن بكتير من العالم الافتراضي. يعني لو طول اقعد مع ال 800 900 واحد اللي عندي دول، كل واحد اقعد معاه لوحده ونفيد بعض في قعده، والله تبقى عظمه قوي. وبرضه ارجع واقول لك مش شرط اللي انت تبقى قاعد مع حد، لا يا عم عادي اقعد مع نفسك، فسحها على البحر، انزل شربها شاي، هتلاقي هديه، هتلاقي كتاب نظيف مثلا. كنت لسه حتى جايب كتاب كريم اسماعيل بتاع استراحه نفسيه، وكنت برضه قربت اخلصه بسبب قطعه النت، والصراحه الكتاب جامد قوي. فمش شرط يعني تقول لي يا عم انا وحيد وبتاع وهقعد لوحدي، لا يا معلم اتأنس بنفسك وبربك، الصراحه مفيش انضف من كده. انزل كتير واحتك بالعالم الحقيقي، وابعد عن القعدات اللي ملهاش لازمة. وكمان لو في قعدات بتأثر عليك بالسلب، اتعامل مع الناس واعمل خير في الشارع، الحوار ده بيفرق جامد قوي في صحتك النفسية. ولو مش مصدق برضو دور عنه وشوف. واقول لك حاجه مهمه برضو، ان انت ما تاخدش قطعه النت ديت مثلا حجه للمرقعه. لو نفترض مش زي مثلا ومحتاج تعمل فيديوهات، ممكن يا عم تنزل لك على قهوه او حته زي ستاربكس او سلينترو فيها نت، شوف لك فيديوهات مفيده وحملها، بودكاست مثلا، فيديوهاتي مثلا طبعا هتفيدك احسن من اي حاجه تانية. لو لسه ما عملتش لايك واشتراك يبقى انزل اعملهم قبل ما تنسى. ممكن يكون كورس مثلا لحاجه هتتعلمها، وحمل الكورس بكل الداتا اللي محتاجها عشان تشتغل عليه. ان شاء الله يا عمي تشغل نفسك اسبوع مثلا، حتى لو دفعت ب 20 جنيه كروت على القهوه، بس كده كده انت برضه المستفاد، وانت اللي هتستفاد بالوقت بدل قعدتك مع نفسك اللي ممكن ترجعك لورا. شوف بقى الكتب اللي انت ركنتها، جه الوقت اللي انت تقراها. شوف مثلا اكتر الكتب اللي اثرت فيك واقراها تاني. لو نفسك برضه تبدا خطوه القرايه، جه وقتها ان انت تقرا، هات لك كتاب او مثلا حمل لك كتابين من القعده اللي انت هتقعدها. كل اللي بقوله لك في الفيديوهات دوت انا شخصيا عملته، فبرضه ممكن دي تحل المشكله بدل ما تاخد قطع النت ده حجه وتفضل قاعد مستني وترجع نقطه الصفر تاني. وعقبال بقى ما النت يجي انت خلاص تبقى كسلت وريحت ومش جاي معاك تعمل اي حاجه. احسن احساس بقى حسيته الفتره ديت العزله عن العالم الخارجي كله، زي ما قلت لك من اول الفيديو، فيشتك عن العالم اتفصلت. ابعد حاجه ممكن تعرفها لو انت مهتم اصلا الخناقه اللي على اول شارع. طول الفتره ديت بقى سمعت عن كذا لا، طب شفت كذا لا، طب عرفت فلان عمل ايه برضه لا. راحه وامان مفيش بعد كده الصراحه، وتحس ان العالم اهدى وابطأ عن الاول. ودي بجد من اكتر عيوب التكنولوجيا والسوشيال ميديا اللي انا بكرهها، الجري طول الوقت، وطول الوقت عمال تعدي على ناس عماله تروح وتيجي وتنجح وتعمل، وانت اللي تلاقي نفسك انت الوحيد اللي قاعد في البيت، ودايما بتحس بالنقص وتحس ان في حاجه غلط.
والناس كلها بتجري وانت بس اللي واقف مكانك. وبجد الحوار متعب جدا وبيحصل بسببه كوارث كتير جدا، اتكلمت عنهم الفيديوهين اللي فاتوا، ابقى ارجع شوفهم. وطول الفتره ديت بقى ما بشوفش فيديوهات مصايف ولا ناس بتطير ولا ناس بتروح ولا ناس بتيجي، وحاجات بالاجبار بتاثر عليك من غير ما تاخد بالك. انا مثلا في المونتاج يوم ما بحب اعرض خدمتي على حد، يوم ما باجي اشوف على النت حد احسن مني، تلقائيا كده ببص الفيديوهات وبقول ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ واحس دايما ان مونتاجي قليل ومونتاجي وحش، ودايما انسى ان انا مش محتاج اكون اجمد صانع محتوى او اجمد مونتير، لان كل واحد له مستواه وليه الوقت اللي اتعلم فيه وهو بدأ من امتى، وحاجات كتير قوي بتتنسى من غير ما تقصد. ويكون واحد مثلا يقول لك انا عندي اكتئاب، تيجي تقول له عشان انت مش راضي عن حياتك او بتعمل حاجه، لا، يحلف لك 100 مره ان هو راضي عن حياته وان هو تمام، رغم انه ممكن يكون جاله اكتئاب بسبب مثلا بوست شافه على الفيس، او حد راح مصيف هو نفسه يروحه، او اي حاجه من الحاجات دي. ودايما بيبقى قاعد على النت شايف ناس بتروح وناس بتيجي وناس بتجيب فلوس وناس بتنجح وبتسافر وبتعمل، وهو قاعد بيتفرج عليهم وبس. فطبيعي جدا ممكن يتأثر عليه بالسلب من غير ما ياخد باله. ومن هنا بقى جالي سؤال مهم جدا وبجد محيرني جدا ومش لاقي له اجابه محدده، ولو قدرت اجي الاقي له اجابه اكيد هنزل لكم. هل بقى لو ما كناش شفنا السوشيال ميديا وما عنداش علينا كل التطبيقات وكل المحتويات دي، السفر والاكل والفلوس والكارير والنجاح والناس اللي حوالين العالم والمصايف وكل الدنيا دي، كان هيبقى عندنا نفس متطلباتنا دلوقتي؟ وعايز بقى اشتغل في شغفي وعايز اصيف في دهب واطلع دبي واكل من مطعم كذا واروح كذا، ولما نفتكر ان احنا معناش فلوس لكل الكلام دوت نتضايق ونكتئب. وحياتنا كانت هتبقى عامله ازاي لما عينينا تبقى متغميه عن كل التحديثات دي ومفيش في ايدينا قطعه الحديد دي؟ لو عندك اجابه او تفسير للسؤال دوت ابقى جاوب لي تحت في الكومنتات عشان بجد عايز اسمع اجابتك. وبس كده نكون خلصنا الفيديو، وفيديو دردشه كده عن تجربه حياتيه يا رب تفيدكم. وما تنساش تدعمنا بلايكك الجميل، ولا اول مره تشوفنا تنزل تشترك تحت في القناه وتفعل زرار الجرس عشان تشوف كل جديد. وبص تحت في صندوق الوصف هتلاقي كل صفحاتنا، ابقى تابعنا عليها عشان بننزل عليهم كلهم. واشوفكم الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.